أكلتنا لليوم سمك سالمون مع الباستا وبصوص البيستو ومع خضرة ستير فراي بطريقة كتير بسيطة وسهلة، أكلة كتير صحية وكتير طيبة، وبتمنى أنكم تجربوها لأنه أكيد رح تنال إعجابكم. المكونات اللي بنعتازها لأكلتنا لليوم هي قطعة سمك سالمون، وبدي معها معكرونة، وبدي البيستو اللي أنا عملته. اللي بيحب يشوف الطريقة بتلاقوها على القناة تبعي. في عندي زوكيني وفلفلة ملونة وبصلة وبروكولي، وتعالوا نشوف كيف رح نحضرهم سوا. وطبعا بدنا كمان كريم، وبدنا كمان علبة فطر. أنا بحب استخدم الفطر التازة، بيعطي نكهة كتير طيبة للأكل. هلا بغسلها بالمي الباردة، تكون باردة، اتأكد انه المي باردة منيح، وبرشلها ملح، وبفركها هيك شوي بالملح لحتى انه يروح منها اي زناخ او اي مواد عالقة، وبصفي المي وبقلبها على الطرف الثاني كرمال شيل الحراشف. هلا هيك نشيل الحراشف. ويلي عنده هاي المشين اسهل لانه هيك بيضل الحراشف بقلبها، ليكم ما احلاها بتنظف، وبيضل الحراشف بقلبها من جوا، وما بيطلع الوسخ على قلب المجلة مثل هيك بالسكينة. فهيك بحسها أزبط. واللي ما عنده فيكم تساووها بالسكينة وترجعوا تغسلوا المجلة بشكل عادي، ما بيأثر. وهلا بغسلها كتير منيح. شايفين ما أحلاها صارت. وبنقلبها على الجهة الثانية بهالطريقة، وكمان برجع بغسلها شوي عشان إذا إجا عليها شوي من الحراشة. وبالمحارم المطبخ بنشفها. بهالطريقة. وهلا بحط لها شوية زيت زيتون، رشة ملح، وبحط لها بهارات السمك يلي أنا عاملتهم، هن عبارة عن كزبرة وثوم بودرة وبصل بودرة وكمون وفلفل أسود. وبحاول إنه هيك مرقة عليهم، ما بكتر كتير بهارات لأنه بدنا نحافظ على طعمة السمك. وبتركها تنقع شوي لبين ما أحضر الخضرة. بحط ورقة parchment paper بسفل الصينية، وبحط عليها زيت زيتون، وبفردهم كتير منيح على كل البارشمنت بيبر. وهلا بحط السمكة، بسم الله، وبحط صينية تحت هاي الصينية كرمال اني اقدر اتحكم فيها. انا هاي الاكلة مو لإلي عم بعملها، عم بعملها لاخدها لعند رفيقتي، لانه اليوم في عندها عزيمة وكل واحد فينا بده يعمل اكلة. لهيك عملتها بهي كرمال انه ما اخد معي صواني وقصص، عرفتوا كيف؟ بدخلها على الفرن شغلة 3 ساعة وعلى درجة حرارة 450 فهرنهايت. وهي خلصنا تقطيع الخضرة، الفطر والزوكيني والبروكلي والفلفلة الحمراء والخضراء والأورانج
ما صفى علي غير البصلة. بحط مي على النار وبحط فيها ملح وبستنى لحتى تغلي، وبحط معلقة زيت كرمال ما تلزق المعكرونة ببعضها. ومتى ما بلشت تغلي المي بضيف الباستا. انتو النوع اللي بتحبوه، انا بصراحة بحب هذا الفيونكة، فيكم تحطوا اي نوع باستا انتو بتحبوه. بنستنى عليها شغلة 10 دقايق 11 دقيقة، او على حسب ما تكون استوت الباستا، وبنتركها على النار عم تغلي بدون ما نغطيها. هلا الباستا صار لها 10 دقايق، بس حسيت انه لسه بدها شوي، فرح اتركها كمان شي دقيقتين. من لونها ببين معنا انه لسه بدها شوي، شايفين كيف؟ بتصور هيك صار تمام. رح اطفي تحتها ورح حطها بالمصفاية دغري، واحتفظ شوي من المي تبعها، وطبعا فاتحة عليها المي الباردة كرمال ما تعجن. هاي المي اللي تركتها. وهلأ بطنجرة على النار بحط زيت زيتون وسن توم، بحطهم على النار وبحط لهم شوية بهارات الخضرة اللي أنا عاملتهم، هن عبارة عن خضرة منشفة وبعدين بطحنهم مثل البودرة، يعني فليفلة بندورة، فليفلة حمراء، جزر، توم، بصل، كتير كتير تطلع طيبة. وبس تطلع ريحة التوم منبلش نضيف الخضرة. أول شي بضيف البصل، وبدها تكون النار قوية ونضل نحرك كرمال انه ياخدوا هاي اللدعة. هلأ منضيف الفلفلة، شايفين الألوان ما أحلاهم. وهلأ منضيف الزوكيني، إذا منوطي النار بينسلقوا سلق، لهيك منخلي النار عالية. وأنا بحب إنه يضل فيهم روح، يعني ما إنه يذوبوا على الخالص، تطلع طعمتهم أطيب بكتير. وهلأ بضيف المشروم، آخر شي بضيف المشروم لأنه ما بيتحمل كتير نار، وطيب إنه يكون فيه هيك روح منيح. بتركهم شي 10 دقايق وبطفي تحتهم. يا سلام على الألوان وعلى الريحة. هلا ضف لهم الملح. ما ضفت الملح بالأول كرمال ما ينزل منهم المي ويضلوا فريش. وهلا بضيف البروكلي، انا عملت لها ستيم وبخلطها معهم، لانه كمان البروكلي روحها كتير ضيقة، لهيك اخر شي بضيفها بعد ما اعمل لها ستيم. وهيك حطيتها بالصينية، وهلا منغطيها، وهي صارت جاهزة. هلا نشوف سمكتنا كيف هي بعد ربع ساعة بالضبط، صار بدها بس شوي من فوق. هلا بطنجرة على النار بحط كريم تبع الطبخ، وبحط معهم من مرقة المعكرونة شوي، وبضل بحركها لحتى ما تلزق بسفل الطنجرة. بحط لها رشة ملح ورشة فلفل اسود، بنحركهم. وهلا بضيف البيستو، واللي بيحب يعرف كيف عملتها هي الوصفة موجودة على قناتي، ومنحركهم مع بعضهم لحتى يختلطوا المكونات تمام. يا سلام الريحة، ما بتتخيلوا شو حلوة. في الباستا وبنخلطهم مع بعض.
حسيت انه لسه بدهم شوية بيستو، قمت ضفت اللون. شايفين هيك صار اللون احلى. وهلا بنخلطهم. اكلة عن جد ولا اروع من هيك. بنصحكم تجربوها لانه كتير كتير طيبة. وهلا رح نسكب الباستا هون. ومنظبطها بهالطريقة. الريحة ما بتتخيلوا شو رائعة رائعة. هلا صار بدنا نشق على سمكتنا. اسم الله، شوفوا لي هالمنظر، بتشهي القلب، ريحتها غرام غرام. كيف البارميزان تشيز. هلا منغطي هاي. حبيت ورجيكم كيف بتتقدم. وبنحط لها بارميزان تشيز. وهلأ صار وقت ندوق طبختنا. شوفوا السمك كيف طالع بيشهي وكتير مويست. شوفوا شوفوا ما أحلى كيف دايب ذوبان. كتير كتير ناجحة وطيبة الطعمة ولا أروع. المعكرونة مع صوص البيستو كتير طيبة ورائعة. طعمتها كلها ريحان وشي بيشهي القلب. والخضرة كتير كتير طعمتها طيبة لأنه ما بتطلع هيك مسلوقة سلق، بتطلع كأنها مشوية شوي. جربوها بهالطريقة، ومن فضلكم اعملوا لي سبسكرايب للقناة ولايك وشير. ودمتم بسلام واستنوني فيديوهات جديدة.